السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله روتين جديد ويوم جديد في عمر الفراخ ان شاء الله يا جماعة. انا الفيديو ده هصوره هنزله في نفس اليوم اللي انا هصوره فيه، يعني هنزله النهاردة ان شاء الله على طول. طبعا انا بقالي فترة ما صورتش فيديوهات معاكم، وانا عارفة ان انتم مفتقديني جامد، وانا والله زعلانه خالص ان القناه ما شاء الله كانت بتكبر معايا تصور معاكم روتينات، لكن انا تعبانه خالص وما بطلعش خالص للفراخ ولا للطيور بتاعتي، ولسه قدامي فتره كمان طويله. ادعوا لي كده ربنا يقومني بالسلامه، وان شاء الله كده نبقى نعمل حاجات كتيره خالص لما الدنيا تهدى على خير كده وربنا يقومني بالسلامه. طبعا موضوع الطيور ده يا جماعه موضوع مرهق جدا، فانا مش بطلع لهم كل يوم، وعلى المكان برضو سايباه متبهدل شويه، جايبه لهم قش نضيف كده عشان افرشه لهم. لقيت ان المكان عاوز يتنضف كويس قبل ما احط لهم اي حاجه، وانا صراحه ربنا مش هقدر انضفه لهم في الوقت الحالي، فسبتهم. قلت اصور معاكم روتين كده عشان ما ننساش بعض كده ونشوف البيض بتاعهم النهارده. طبعا البيضه دي مكسوره كده ليه؟ في حاجه كسره البيضة الرشة بتاعتها خفيفة خالص، ماشي، في حاجة كسراها. طبعا انا واخدة من عندهم بيض الصبح، حد حط لهم اكل واخد من عندهم بيض، كان بيض امبارح، لان احنا بنحط لهم اكل مرة واحدة في اليوم، نظرا يعني اللي احنا صراحة اليومين دولت يعني الموضوع مرهق شوية، فعشان كده بنحط لهم مرة واحدة في اليوم. وبعد ما بنحط لهم مره واحده في اليوم بناخد البيض بتاع امبارح، يعني البيض طبعا الفراخ بتبيض بعد الساعه 10 تقريبا، فبناخد البيض بتاعهم بتاع امبارح. النهارده بقى قلت لما نيجي كده نحط لهم شويه عيش، وجبت لهم علف معايا، علف بياض، حطيت لهم شويه وملت لهم الدنيا خضار زي ما انتم شايفين كده. الحاجات الخضرا دي برضو كويسه خالص عشانهم، وهما بسم الله ما شاء الله الحمد لله كويسين معايا خالص. فانا قلت انا عارفه ان انا مهمله معاهم في السقعه ديت نضيف لهم الدنيا. طبعا انا لو ما كناش ماشيين ببركه ربنا طبعا يعني والكلام ده كله، الفراخ ديت قله النظافه ليها متعبه جدا. عشان كده لما تلاقي في مزرعه فيها رجاله بتبقى المزرعه منتجه جدا عن المزارع، عن الاماكن البيوت اللي فيها ستات، مره تبقى تعبانه ومره تبقى يعني رايحه للدكتور، ومره عندها ابنها تعبان. فالاهتمام في الحاجات ديت مع الجماعه اللي هم الرجال اكتر بكتير من الجماعه اللي هم زينا كده، حالتهم زينا تعبانين كده على طول. فيعني الحمام طبعا بيبقى محتاج رعايه كبيره. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عارفه ان انا مقصره معاهم ومقصره ان انا اصور واقول لكم كل حاجه، بس اعذروني والله ده حاجه غصب عني. ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن، والشكر عليا كان حلو خالص في حاجات كتير، وان شاء الله ادعوا لي المره الجايه ما اطلعش اصور غير وانا ربنا يعني كده كرمني ويجاور بخاطري، لان فعليا الفتره اللي فاتت دي كنت تعبانه جدا والحمد لله. وربنا يجازيكم خير على الناس اللي بتدعيلي والناس اللي بتخش تسأل عليا. انا عارفه ان احنا يعني جينا عند رقم معين كده في القناه ووقفنا، والقناه كانت ماشيه كويس جدا، بس الحمد لله يعني ده نصيبنا الحمد لله. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونوش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، ويا ريت دعوه حلوه كده من عندكم. ربنا يجازيكم خير ويجازينا كل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.